ليالي لبنان من أطيب الحلويات اللبنانية اللي إحنا بنحبها في البيت، دايما مطلوبة، الكبار والصغار بحبوها، وكمان بنص ساعة جاهزة رح تقدميها لضيوفك على السريع، ما بتاخد وقت أبدا. عملتها بطريقة كثير سهلة وكثير سريعة، أضفت لها لمسة كثير صغيرة بس أخذتها لعالم ثاني وغيرت النكهة تماما، طلعت بتشهي والكل سألني عن هذا السر الكثير صغير غير نكهتها. شوفوا ما أزكاها، طعمها أكثر من خرافي. وقبل لا نبلش أهم إشي اللايك والشير والكومنت، مهم كثير على الوصفة لما تشوفيها لحتى تضل تظهر الوصفات عندك أول بأول. تصلي على سيدنا محمد وبسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي هون أنا نزلت 3 أكواب حليب سائل، إذا مش موجود الحليب السائل رح ننزل 3 أكواب مي، كل كوب مي فيه معلقتين حليب بودرة. بعدين رح أنزل ربع كوب سكر حسب ما انتم بتحبوا حلاوته، ممكن اكثر ممكن اقل، ممكن في ناس ما بتحب تضيف سكر عادي بتكتفي بس بالقطر بصير عادي طبعا. هون انا كمان رح اضيف نص كوب سميد خشن، ورح اقلب كل المكونات على البارد قبل احطهم على الغاز، يعني بحط الطنجرة كل اشي على البارد وبقلبهم بالمضرب اليدوي كثير منيح لحتى تذوب كل المكونات تماما مثل ما انتم شايفين. بعد هيك رح أضيف ماء ورد، ماء زهر، فانيلا، مستكة، الموجود عندكم عادي بصير. أنا ضفت فانيلا وأضفت ماء ورد كان عندي، طبعا إضافة المستكة وإضافة ماء الزهر بتشهي كثير مع ليالي لبنان، هي اللي بتجيب طعمتها. هلا هون أنا رح أضيف، لأنه كان عندي بس أنا شوي سميد خشن، رح أضيف 2.5 معلقة نشا. تمام. اذا انتوا عندكم سميد خشن ضيفوا ربع كوب، يعني هذا المقدار 3 كوب حليب سائل رح يحتاج 3/4 من كوب السميد الخشن، بس لانه انا ما كان عندي انا سميد كثير استخدمت نصف كوب سميد خشن و1.5 معلقة من النشا. اكرر بنات، 3 اكواب حليب سائل بتحتاج 3/4 الكوب من سميد الخشن. المهم نحطهم هسه على نار وسط ونضل نحرك فيهم لحد ما نوصل لهذا القوام، يطلع هيك فقاعات بتحسوا القوام صار كثيف. رح اوطي الغاز على الاخر 2 دقيقتين، بعدين رح اصبهم ببايركس. تمام، اي بايركس انتم موجود عندكم، انا صبيته بايركس دائري، ورح تتركوه بدرجة حرارة المطبخ، رح يبرد لحاله نص ساعة، بيكون ان شاء الله تماما مسك وجمد على الاخر. بعد نص ساعة ممكن تدخلوه على الثلاجة وممكن عادي تقدموه طبيعي بصير. هسا عند التقديم شو رح اعمل؟ احط على الوجه قشطة واي مكسرات موجودة عندي، فستق حلبي، جوز، ورد محمدي، اللي انتم بتفضلوه. ممكن كمان ما تحطوا على كل البايركس القشطة والمكسرات، بس تحطوا على القطع اللي انتم بتكونوا تقدموها للناس، يعني عرفتوا ضلوا تاكلوها فريش اول باول هيك، وما بيكون القشطة جامدة من الثلاجة والمكسرات بايتة، فانتم بتقدروا انكم تحطوها اول باول على كل قطعة بتقدموها. بالنسبة للقطر الطريقة المعتادة لإلي والكل بيسألني عن القطر كيف يطلع هيك سلس وزاكي كثير، لكل كاسة مي رح أحط 1.5 كاسة سكر، ورح أتركهم بطنجرة على الغاز على نار وسط لبين ما يغلي، بيكون ذاب أصلا السكر بالمي. هون أنا رح أضيف عصرة ليمونة، تمام، ضروري أضيف طبعا عصرة الليمونة، وبقدر أضيف أي منكهات، ماء ورد، مستكة، ماء زهر، أي منكهات من العطار عادي بصير. بس أنا هون شو عملت؟ أضفت ظرف من الجيلي بنكهة الفراولة، جيلي نباتي، تمام، ما أضفت أي منكهات، لا مستكة ولا ماء ورد ولا ماء زهر، أضفت جيلي نباتي بنكهة الفراولة، وتركته على نار هادية تماما واطية على الآخر 10 دقايق يغلي لحاله، وبعدين طفيته كان جاهز عندي وتركته يبرد، وأضفته على قطع ليالي لبنان عند التقديم. وهيك كانت جاهزة عندي ليالي لبنان مع قطر الفراولة، تقدروا تقدموها مع عسل، مع قطر عادي بدون أي منكهات كمان بصير. تقدروا تضيفوا اي نكهة جيلي بتحبوها، مانجا، كرز، بس بهاي النكهة طلع خرافي. جربوها بهاي الطريقة واحكوا لي رأيكم، كثير رح تعجبكم. بدي احكي لكم تقدروا طبعا تضيفوا عليها موز، فراولة، مانجا، كيوي، اي نوع فواكه انتم بتحبوه، بتطلع رائعة يا جماعة، والطعم كثير زاكي. واخر اشي زينوها بالقطر والفستق الحلبي، وبالعافية عليكم، الف صحة وهنا.